السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل شوية شوربة عدس في الجو الساقع ده والظروف الطقس القاسية البرد الشديد ده. انتوا عارفين العدس بروتين، معروف بالبروتين، بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نعمل شوية عدس وشوربة عدس كده انما عسل. ما تنسوش بالله عليكم لو عجبكم الفيديو حطوا اللايك يا عسل بحياة حبيبك النبي، وشارك الفيديو عشان الكل يستفاد. النهارده بقى عملنا شوية عدس، حطينا ايه بقى؟ معانا جزرة كبيرة او جزرتين حسب الكميه اللي احنا بنعملها. حطيت هنا جزرتين كبار لربع كيلو عدس وشويه، يعني اكتر من ربع بشويه. وحطينا 4 فصوص من الثوم، وحطينا 3 طماطمات وسط كده متقطعين مكعبات. كله كده ايه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ايه هنسيبه على النار يا حبايبي يغلي لحد ما ما يسلي ويستوي الجزر وكل الحاجات الخضار الجميل ده. تمام. اللهم صل على النبي. الجزر انتوا عارفينه، الجزر برضك معروف بأول نظر. وال... والعدس انتوا عارفينه بروتين، حاجة كده من الآخر كلها ايه، حاجة مغذية حلوة كده في الجو الساقع الحلو ده ما شاء الله. بصوا بقى كده، احنا هنسلقه. بعد ما نسلقه كده اللهم صل على النبي، هنحمر هنسيبه يبرد خالص علشان احنا مش عندنا الهاند بلندر. هنسيبه يبرد وبعد كده هنحطه في الخلاط نضربه. بعد كده هنرجعه في الحلة تاني. حطينا ايه معاه؟ حطينا شوية كمون وشوية ملح، ده بعد ما ايه يتضرب في الخلاط. معانا كوباية شعرية، حمرنا كوباية الشعرية. بعد كده حطيناها على العدس. بعد ما حدقنا العدس وحطينا عليه معلقة كمون ومعلقة ملح، هنحط عليهم ايه الشعرية تستوي. اخر حاجة خالص معانا بصلة كبيرة كده احنا قطعناها، يعني زي مكعبات صغيرة، حمرناها. وبعد كده حطيناها على العدس اخر حاجة. حابين تعملوا فتة؟ في ناس كتير بتحب ايه الفتة بتاعت العدس، تستغربوا؟ لا اقول لكم فتة بتبقى جميلة جدا بتاعت العدس. احنا عملنا النهاردة شوربة. تمام. جميل جدا يا حبايبي، مغذي، اعملوا عيالكم اطفالكم والكبير والصغير بيحبوا وبيعشقوا شوربة العدس دي. واحنا دلوقتي بقى الجو ساقع بقى ومحتاجة ايه حاجة تدفينا كده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حبيب النبي محمد، اللهم صل على حبيب النبي محمد. حطوا اللايك وشاركوا الفيديو.